بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده نكمل كلام عن الموديل بتاعنا. تمام. احنا يعتبر خلصنا الموديل كله، انواع اللايرز، ايه هي الكونفوليوشن، الجلوبال ماكس، الحاجات دي كلها. تمام. بس كان ناقص حاجه اخيره في البيبر، كان قايل اللي هو عمل عشان يوصل للهايبر بارامترز ديت، عمل حاجه اسمها سيرش او تيوننج الهايبر بارامترز باستخدام حاجه اسمها جريد سيرش. الجريد سيرش فكرتها ايه؟ نفترض انا عندي مثلا 2 هايبر بارامترز، عايز اقعد اغير فيهم عشان اوصل ايه افضل كومبينيشن منهم. تمام. مثلا بنعمل حاجه زي جدول اعمده صفوف، كل حاجه يعني كل عمود مثلا، او العمود يعني الاعمده بتعبر عن هايبر بارامتر الاولاني، والصفوف الهايبر الثاني. تمام. التقاطع طبعا او الخلايا ده الكومبينيشن بتاعت الاعمده والصفوف. تمام. فلكل خليه من الخلايا دي في موديل بيتكريت وبيترن. بعد كده باخد مثلا بشوف الماتريكس اللي انا عايز اراقبها، مثلا اللي هي الاف 1 سكور او اكيوريسي او اللوس او اي حاجه، وبشوف ايه افضل كومبينيشن بيحقق لي الماكسيمم او المينيمم بتاعت الحاجه اللي انا براقبها. تمام. فدي الحاجه اللي احنا هنعملها. ازاي بقى؟ طبعا مش مانوال، لا، في حاجه اسمها كيراس تيونر. دي مكتبه اسمها كده اللي انت بتستخدمها علشان تعمل تيوننج للكيراس مودلز. طيب ازاي نستخدمها؟ طبعا اول حاجه لازم تكون منزله اصلا. تمام. فطبعا هنجهز في الاول، فده مثال داتا بسيطه كده اللي هي الام ليست، اللي هي الارقام. تمام. في اول خطوه محتاج تعمل داله بتاخد ارجيومنت مثلا تسميه اتش بي، وبترجع لك الكومبايلد موديل. حلو. طيب اللي جوه الداله نتكلم عنه بعد شويه. تمام. هننزل طبعا المكتبه بانستول كيرستيونر. تمام. ويبقى كده بتحدد نوع السيرش بتاعك، راندوم سيرش، جريد سيرش، او ايا كان نوع السيرش بتاعك من الحاجات اللي هي موجوده جوه الكيراس تيونر، او لو انت تعمل، لو هي بتسمح يعني انك تعمل كاستوم سيرش مثلا او كده. تمام. طب ايه بقى المكتوب جوه الداله اللي بتكريت الموديل دي؟ هنا في مثال سيكونشال موديل عادي او اللاير فلاتن. طيب هنا انا مخلي اللايرز هايبر بارامتر، والنمبر بتاع النودز لكل لاير هايبر بارامتر، والاكتيفيشن بتاعت اللايرز هايبر بارامتر ثالث، وهل استخدم دروب اوت ولا لا هايبر بارامتر رابع، والليرنينج ريت هايبر بارامتر خامس. فانا دلوقتي عندي كام هايبر بارامتر؟ 5 هايبر بارامتر. طيب نلاحظ ان عشان احدد الرينج بتاع الهايبر بارامتر بتاع كل حاجه منهم، في حاجه معينه او طريقه معينه بستخدمها. فجوه الاتش بي ديت او حسب اللي انت كاتبه هنا هتستخدمه هنا دوت، يا اما انت، يا اما تشويس، يا اما بوليان، يا اما فلوت، او في حاجه خامسه. تمام. طيب ايه بقى الحاجات دي؟ انت من اسمه هيرجع لك رقم انتجر. تمام. فده ممكن تستخدمه فين؟ في اي حاجه انتجرز، عدد اللايرز، عدد النيورونز، عدد الفلترز في السي ان ان، اي حاجه بتقبل رقم انتجرز. تمام. طيب ازاي ممكن استخدمها عشان احدد عدد اللايرز؟ تستخدمها جوه الرينج. ليه؟ اللي هيرجع من اتش بي دوت انت رقم صحيح من 1 ل 3. الرقمين موجودين معايا في الرينج، يعني 1 او 2 او 3. تمام. طيب فلو نفترض مثلا رجعت 1، ف فور اي ان رينج 1 يعني القيمه بتاعت الاي هتبقى 0 بس، فهيضيف لي كام لاير؟ لاير واحده. لو اللي رجع 2 فهتبقى يا 0 يا 1. تمام. ف2 لايرز هيتضافوا، ولو 3 يبقى 0 1 2، في 3 لايرز هيتضافوا. تمام. حلو. جوه كل لاير انا عايز عدد اليونتس بتاعها منفصل هايبر بارامتر ومنفصل عن باقي اللايرز، فبالتالي لازم اسم الهايبر بارامتر يبقى مختلف عن في كل لاير عن باقي اللايرز. فده اخليه ازاي؟ اخليه يختلف. اعمل كده مثلا يونتس اندرسكور والاي اللي هتيجي هنا. فمثلا لو اللاير 0 فتبقى يونتس 0، واللاير 1 يونتس 1، وهكذا. تمام. بعد كده بتحدد له الرينج بتاعك، المينيمم كام، الماكسيمم كام، وستيب كام مثلا. حلو. طيب الاكتيفيشن هنا نلاحظ ان الاسم ثابت مش مختلف، فبالتالي الاكتيفيشن ثابت في كل اللايرز اللي هتتكون من خلال الفور لوب دي، يا اما ريلو كلها يا اما 10 اتش كلها. طبعا ممكن تضيف حاجات تانية لو عايز. تمام. البوليان من اسمه يا ترو يا فولس، فان اسم الهايبر بارامتر دروب اوت، لو كان الاوتبوت من ده ترو
فهيضيف دروب اوت بالرينج ده او بالريت دوت. تمام. لو فولس مش هيضيف دروب اوت. تمام. بعد كده بيضيف اخر لاير اللي هي فيها 10 كلاسز، عشان انا عندي الداتا فيها 10 كلاسز. تمام. بعد كده بتعمل ليرنينج ريت فلوت، عشان ده ليرنينج ريت مش حاجه انتر. فمثلا بتقول له المينيمم 1 في 10 وسالب 4، الماكسيمم 1 في 10 وسالب 2، والسامبلنج لوج. يعني ايه السامبلنج لوج؟ هنشوف بعد شويه. هنا في الانت كان السامبلنج لينير، نعرف ايه الفرق بينهم بعد شويه. بعد كده بتعمل كومبايل، تحدد المايزر بالليرنينج ريت اللي هو هيطلع هنا بقى حسب ما كان الرقم ايه، اللوس والماتريكس، وبترجع الموديل. ده بس اللي انت مطلوب منك جوه الداله دي. تمام. بعد كده بتحدد نوع السيرش، فهنا راندوم سيرش يعني هيختار عشوائي بين الحاجات الخمسه اللي احنا حددناهم فوق جوه الداله. بعد كده بتديله داله، بتديله الاوبجيكتيف بتاعك، انت عايز ايه اللي هيراقبه، هيحدد افضل هايبر بارامترز على اساس ايه. تمام. هيجرب كام مره، هيجرب كام كومبينيشن مختلف. فانا بقول له جرب 2 كومبينيشنز بس. تمام. من الخمس حاجات دولت. طب انت ممكن تستخدم اي رقم زي ما انت عايزه. طبعا كل ما تزود كل ما ياخد وقت. تمام. وفي كل كومبينيشنز او كل كومبينيشن هيجرب او هي هيجنريت الموديل كم مره. يعني ايه هيجنريت الموديل كم مره؟ او ايه الفرق بمعنى صح طالما هي نفس الكومبينيشنز؟ الويتس. انت في كل مره الموديل بيتكون بيبقى فيه ارقام مختلفه للويتس بتاعتك، صح؟ فبالتالي هنا بقول له 2 كومبينيشنز ليه؟ عشان يعني يبقى الفاريانس قليل شويه، يعني يبقى الدقه او الاكيورسي في الحاجات اللي طالعه، الماتريكس اللي طالعه تبقى افضل شويه. تمام. الاوفر رايت هنا قيمتها ترو. يعني ايه ترو؟ يعني لو في حاجات قبل كده موجوده جوه الفولدر ده اللي اسمه ترايل اتش بي هيمسحها. لو كانت فولس هيكمل على اللي موجود. ده معناه ايه؟ معناه انك مش لازم تستخدم او تعمل كل الكومبينيشنز في رنه واحده، لا ممكن في كذا رن، بس الرنز اللي هي الثانيه والثالثه وبعد كده لازم يبقى الاوفر رايت فولس عشان ما يمسحش اللي كان موجود قبل كده. تمام. فلو بصينا جوه التيونر في حاجه اسمها سيرش سبيس سمري، هيقول لك ايه الهايبر بارامترز اللي هو بيلعب فيهم الرينجات بتاعته. مثلا النم لايرز الديفولت نان، فهو الديفولت بتاعه هياخد المينيمم فاليو، الماكسيمم 3، الستيب 1 والسامبلنج لينير. تمام. وهكذا باقي الاربعه التانيين. طيب لو بصينا جوه المكتبه الاصليه للكيراس تيونر هنلاقي فيه شويه حاجات. فانا عندي بيجن اوبتمايزيشن، جريد سيرش ده اللي استخدم في البيبر، عندي الهايبر باند، وعندي الراندوم سيرش. تمام. حاجه خمسه بيجن جريد و هايبر باند والراندوم سيرش 4. تمام. وفي الغالب ممكن تستخدم بس سكيلر تيونر يعني. فانت عندك يعتبر 5 انواع مختلفه او 5 طرق مختلفه تقدر من خلالها تعمل عمليه السيرش. فاحنا هنا بنجرب الراندوم سيرش. حلو. طيب جوه الهايبر بارامترز عندي اللي هم الخمس حاجات هم اللي هو البوليان، التشويس، الفيكسد، والفلوت، والانت. تمام. طيب فدول الخمس حاجات اللي انت ممكن تستخدمهم علشان تحدد الرقم او الحاجه بتاعتك نوعها ايه، والسيرش بتاع او الرنجات بتاعتك من كام لكام مثلا او كده. تمام. فمثلا لو بصينا على الفلوت الهيلب بتاعه، دولت الحاجات اللي انت ممكن تكتبها جوه الفلوت نفسها. تمام. فلو مثلا في شويه امثله هنا، الاسم مثلا ده الاسم، المينيمم 0 ل1، فايه الارقام المتاحه من 0 ل1، الرقمين داخلين معاك. طيب لو انت محدد له ستيب هيمشي بالستيب دي. حلو. طيب لو انت محدد له ستيب والسامبلنج لوج، هنا كان السامبلنج الديفولت لينير، فانت قايل له مثلا السامبلنج لوج وستيب مثلا 10، فهيعمل ايه؟ فين المينيمم اهي، اضربها في الستيب وضيف الرقم، اضربها في الستيب اللي بعديها ضيف، يعني ده في 10 بعد كده في 10 وهكذا لغايه ما يوصل للماكسيمم فاليو. طيب لو كان السامبلنج مش لينير مثلا لوج، هيحسبها ازاي بقى؟ الرنجات بتاعتك كده من كام لكام او الارقام بتاعتك ايه؟ ادي المعدل اللي بيحسب على اساسه بتاعت اللوج، المينيمم فاليو في الماكسيمم فاليو على المينيمم فاليو بص الفاليو، ايه الفاليو اللي هي بتيجي من هنا
من 0 ل1. تمام؟ ده لو انت مختار لوج معادله اللينير اهي. تمام؟ طبعا في حاجه ثالثه اللي هي الريفرس لوج، فادي المعادله بتاعتك. حلو. طيب حددنا النوع السيرش وكل حاجه، هنبدا بقى نعمل السيرش. طبعا عايز اشوف السيرش او التغيرات الهايبر بارامتر وتاثيرها على او جوه التنسر بورد. فبنكتب بنعمل التنسر بورد عادي. تمام. وبتبدا عمليه التريننج. وفي الاخر بعد ما يخلص هو يخلص تريننج، فممكن تشوف جوه التيونر حاجه اسمها ريزلت سمري، فبيعرض لك افضل 10. هنا عشان الترايلز كانوا 2 فهو هيعتبر عارض كله. تمام. ماشي. وبعد كده بعد ما اخلص ممكن تشوف التنسر بورد. هنا تلاقي حاجه جديده ظهرت اللي هي الاتش برامز او هايبر بارامتر يعني. هنا بيقول لك الترايل الاي دي كام، فانا عندي كام ترايل معنا صح، فهم 2 ترايلز. اليونتس بتاعت اول لاير كانت كذا، هنا في اول ترايل. الثانيه النمبر اوف لايرز كام، الدروب اوت ترو ولا فولس، الليرنينج ريت. تمام. الاكتيفيشن كانت ايه، الترين اي بوك اكيوراسي كانت كام، الفاليديشن دي اللي احنا بنراقبها الفاليديشن اكيوراسي افضل حاجه كانت 96.6. تمام. ماشي. في تيبل تاني او يعني طريقه تانيه ممكن تعرض بيها الحاجات دي كده. هنلاحظ في الاخر خالص اللي هي الفاليديشن او الايفالويشن اكيوراسي. طيب هنا الكلام في الاخر دخل في بعضه. تمام. انا مش عايز اظهر كل ده، انا عايز اظهر ايه، عايز اظهر دي مش عايزينها، اي بوك مش عايزينها، الترينر مش عايزه، انا عايز الفاليديشن اي بوك اكيوراسي. تمام. ومثلا الترينر اي بوك اكيوراسي، حتى الترينر مش عايزينه مثلا. تمام. ده اللي انا براقبه. تمام. فانا عندي تو اي ديز اهمت والكومبينيشنز بتاعتها المختلفه اللي هي مثلا في اليونتس كانت كذا، نمبر اوف لايرز كذا، دروب اوت كذا، وباقي الحاجات. تمام. فالماكسيمم اهي لما دوست عليها يعلم بالاخضر وهي هيظهر لك القيم بتاعتي تحت. تمام. طيب ممكن نظهر اليونتس الثانيه واليونتس الاولانيه عشان هنا انا عندي مفترض تو لايرز. ماشي. اللي انا شفت. ماشي. طيب فادي الكومبينيشنز المختلفه. تمام. لو علمنا على الافضل فاليديشن اكيوراسي ادي الرقم. تمام. والمفترض دي الحاجات بتاعتي النمبر اوف لايرز كانت واحده، ده في افضل حاجه اللي انا معلم عليها يعني. تمام. دروب اوت كان في دروب اوت، وده الليرنج ريت، وده الاكتيفيشن، وادي الفاليديشن اي بوك الفاليديشن اكيوراسي يعني. حلو. طيب ده كجدول مثلا او كده. طب لو انا عايز ابص على او عايز اجيب افضل موديلز او افضل موديل من التيونر، في حاجه اسمها جيت بيست موديل. هتقول له انت عايز يعني كام افضل موديل، عايز مثلا افضل واحد. تمام. بعد كده بتجيب البيست موديل من الموديلز ديت، هات الاولاني. تمام. طيب عايز بقى كاريت الموديل بين الهايبر بارامترز ديت، ادي البيست موديل دوت بيلد الانبوت شيب بتحدده. علشان ليه بنحدده هنا، علشان في الداله بتاعه البيلد انا ما كنتش محدد له الانبوت شيب بتاعه كام في اول لاير. تمام. فلازم عشان تعرف بعد كده تعمل له كومبايل وبقيه الحاجات لازم تكون محدد له او عامل له البيلد بالانبوت شيب اللي هو متوقعه يعني. تمام. بعد كده تقدر بقى تشوف السمري بتاعك او تكمل بيت التريننج بقى اللي هو مثلا 10 اي بوكس او 100 او حسب الرقم اللي انت عايزه. طيب. لو ماشي، لو المترك بتاعتك مش اكيورسي مثلا بس هي موجوده برده جوه كيرس. تمام. مثلا المين ابسوليوت ايرور نفس الفكره، مفيش اي تغيير، بس الفرق ان هنا جوه الاوبجكتيف هتقول له كيرس يونر دوت اوبجكتيف وتحدد له الحاجه اللي انت عايز تراقبها والدايركشن بتاعها مينيمم ولا ماكسيمم. هنا عشان ايرور فانا عايزها مينيمم. تمام. بقيت الحاجات هي. طيب لو كانت كاستوم مترك
زي مثلا اف 1 سكور اللي احنا كريتناه في الموديل بتاع دي تي اي، هتكريت الكاستومتر بتاعك عادي خالص، وجوه المتركس هنا في الكومبايل هتحدد المترك بتاعك اللي هو الكاستوم. حلو. طيب هنا بقى هنكتب ايه بقى؟ برضو كيرا ستيونر دوت اوبجكتيف فال اندرسكور اف 1 سكور، الاسم اللي انا كنت محدده هنا بس قبليه كلمه فال اندرسكور لو انت فعلا عايز تلاقيها بالفاليديشن يعني، والدايركشن حسب بقى انت ماكسيمم ولا مينيمم. هنا عشان اف 1 سكور فانا عايز الماكسيمم، وبقيه الحاجات زي ما هي. تمام. طب لو عندي اكتر من مترك هل ممكن استخدم برضو التيونر؟ بس انت ساعتها يعني هتراقب حاجه واحده، يا اما دي يا اما دي مثلا. تمام. فانا مستخدم مثلا اف 1 سكور والاكيوراسي، وعايز اراقب الاف 1 سكور، نفس الفكره مفيش اي تعديل، هي بس الكيراس تيونر دوت اوبجكتيف. حلو. بس طب خلينا بقى نجرب دوت في الموديل الاصلي. تمام. اللي احنا كنا بنعمل له تريننج، هنجرب بس نوبتمايز اول 3 لايرز كمجرد مثال اللي هم بتوع الكونفوليوشنال لايرز. تمام. فهتبقى انت وانت فلتر 0 وفلتر 1 وفلتر 2 عشان انا عايز كل لاير عندها القدره انها تختار هايبر بارامترز مختلفه عن اللاير الثانيه، او فلتر يعني مختلفه عن اللاير باقي اللايرز يعني. حلو. باقي الحاجات مثبتها بس مجرد مثال. راندوم سيرش برضو هنراقب الفاليو اف 1 سكور، دايركشن ماكس، ادي الثلاثه بتوعي. حلو. التنسر بورد، وادي الهايبر بارامترز بتاعتي لما بتوع الثلاثه كومبينيشنز. ليه 3 كومبينيشنز؟ عشان انا قايل له فين ماكس ترايلز 3 بس هنا الاكسكيوشن واحده، انا 3 ترايل وكل ترايل هيرن كام ايبوك 2 بنفس الويت. تمام. فادي ال3 ترايلز افضلهم اللي هو دوت اللي انا معلم عليه دلوقتي الاخضر، ادي الحاجات بتاعتي. فلتر كانت كذا 0 1 2 او 2 1 يعني ماشي، والفاليديشن ايبوك اف 1 كانت 87 يعني. تمام. بعد كده طبعا بقى تقدر تسترجع الهايبر بارامتر وتكمل التريننج بتاعك مثلا بافضل هايبر بارامترز. طبعا هنا بس كان مجرد توضيح، فانت ممكن اصلا تزود الهايبر الماكس ترايلز، تزود الاكسكيوجن، تزود اصلا الحاجات اللي انت بتعمل لها تيوننج. يعني مثلا ممكن تخلي الاكتيفيشن مثلا تزوده الكيرنل سايز، الناحيه الثانيه الانبوت التاني اللي هو كان بتاع السمايلز برضه ممكن تعدل فيه الدنس لايرز وهكذا. لا اسمه ده الليرنج ريت بتاع الاوبتمايزر وهكذا. تمام. وده كان طريقه استخدام الكيراس تيونر عشان تعمل اوبتمايزنج للموديل بتاعك. تمام. طب لو انا عايز مثلا اجرب موديل تاني او طريقه تانيه غير الراندوم سيرش وعايز اعرف بستخدمها ازاي، ادي الكيراس اندرسكور تيونر دوت مثلا الجريد سيرش. ماشي. هتقول له الهيلب وتشوف انا بستخدمها ازاي. تمام. قاعد برضه بياخد الهايبر موديل، الاوبجكتيف بتاعك ايه، ماكس ترايلز، الهايبر بارامترز. ماشي. هنا مثلا مثال هياخد معاه مثلا اوبتمايزر كده التشويس، يا ام اس جي دي ادم، ليرن جريد من ده او ده. تمام. بقى الكومبينيشنز اللي موجوده. آه في امثله تحت ولا مفيش؟ طيب. فهنا الحاجات اللي انت ممكن تستخدمها يعني الانبوتس يعني. ماشي. يعني في الغالب نفس الحاجات، الهايبر موديل، الاوبجكتيف بتاعك، الماكس ترايل، السيد لو انت عايز تحدد سيد معينه، لو على اساسها يختار عشوائي
تمام. مم. دي في حالة لو مثلا حصل ايرور مثلا او كده. مم. ماشي. تمام. ففي الغالب انت بتديله بس يعني هو هنا بي فور بارامتر تايبس. طيب هنا بيقول لك هنا عشان هنا بما ان الحاجه هنا جريد سيرش فهو بيجيب كل الكومبينيشنز الممكنه، لكن بيقول لك ان في الفلوت والانت عشان طبعا يعني في الفلوت طبعا حاجه ما لا نهايه يعتبر. تمام. فمش هيجيب لك كل الحاجات الممكنه، لا هو هياخد بس 10 سامبلز او 10 ارقام من مثلا الفلوت او الانت في الرينج اللي انت محدده من المين والماكسيمم، ومتساويين يعني مسافه متساويه بينهم وبين بعض. تمام. لو انت بقى عايز تغير ال الرينج او المسافات بين القيم فبتحدد بقى الستبس مثلا او ال السامبلنج بتاعك في الانت او في الفلوت. تمام. ده كان مثلا جريد سيرش لو انت عايز مثلا تجرب. تمام. آه الدوكيومنتيشن بتاع كيوس تيونر طبعا الموقع في الديسكربشن تحت. تمام. مم، في شوية يعني الشرح بتاعك يعني الشرح بتاع ازاي تستخدم الكيرس تيونر وكده. آه ماشي. ماشي. فالموقع تبقى موجودة فيه الانسكريبشن عشان لو حد مثلا عايز يقرا اكتر فيها. تمام. اتمنى يكون استفدتوا. والسلام عليكم.